ازيكم واخباركم عاملين ايه؟ معاكم مازن عجوز. فيديو جديد النهارده ان شاء الله هنتكلم فيه عن طارات الخطوبه الاكريليك والبصمه والحاجات دي كلها، وهتلاقي برضو في الوصف بتاع الفيديو الملفات دي ان شاء الله موجوده، تقدر انك تحملها كلها، سواء بقى البوكس او البصمات بمختلف اشكالها او الاشكال المتاحه عندي على الاقل. تمام، باذن الله هتلاقي تشكيله كبيره. وفي فيديو كنت منزله قبل كده هتلاقي فيه برضو كل ما يخص الافراح والخطوبه والكلام ده، هتلاقي ظهر في الاي اللي فوق، والوصف بتاع الفيديو ده تقدر انك تتفرج عليه برضو وتتعلم ازاي تضيف الاسامي وتدمجها في صينيه الخطوبه، وتلاقي الملفات ان شاء الله في وصف الفيديو. تمام. فخلينا نبدا في الفيديو بتاعنا اللي هو ازاي تعمل اشكال الخطوبه بطريقه سهله جدا، او التردي بطريقه سهله جدا. في الغالب بتكون الاشكال اللي هي السداسيه والخماسيه والمربعات اللي متداخله في بعض. ازاي نعمل الموضوع ده بطريقه تكون سهله وبسيطه؟ الموضوع يا جماعه والله مش مستاهل. هو احنا لو جربنا بس حتى ان احنا نعمله ان شاء الله يطلع سهل وبسيط، لكن في للاسف ناس بتستسهل ولا بتجرب ولا بتنيل ولا بتعمل اي حاجه. اللي هو التصميم حد ساله عليه خلاص ماشي، هات نسال على الجروبات ونخش على كل الجروبات ونسال عليها. نتعب شويه في التصاميم، نحاول ان احنا نضيف كده لمسه، نجرب حتى نعمله. يا عم هيعمل اخوه بالظبط، بس حاول تعمله. تمام. فالطريقه يعني ان شاء الله بسيطه وسهله. اول حاجه بتعمل مثلا مربع او ايا كان، احنا هنعمل دلوقتي مثلا شكل اللي هو بتاع اللي يكونوا مربعين متداخلين في بعض. تمام. بعد كده باجي من فوق هنا وباجي مغير التخانه بتاعه المربع على حسب بقى الفريم انا عاوزه ايه. انا بتكلم على الفريم اللي هو الذهبي اللي بيبقى ظاهر ذهبي. اخلي مثلا على سبيل المثال التخانه دي كويسه، بخليه تقريبا هقول مثلا حوالي 30 كده ولا حاجه، نخليها هنا 300. تمام. وبعد كده باجي اعمل ايه؟ بضغط على كنترول شيفت كيو. تمام كده. اللي هيحصل ان هو بقى عباره عن مربع او مربعين متداخلين. طب انا مثلا مش عارف اعمل اكبر واصغر والكلام ده كله، بتيجي جاي هنا على الاداه اللي على اليمين وبتختار كونتور، وبتبدا انك تشوف التخانه بتاعه المربع زي ما انت عاوزها. تمام. ده اولا. تاني حاجه بتعملها انك بتاخد الشكل ده نسخه تاني كنترول سي، او انك بتشد الشكل كله. تمام. بتشد الشكل كله وبتضغط كنترول، وبعد كده بتضغط على كليك يمين. تمام. بيبدا ان هو يتحول معاك بالمنظر ده. حلو. تمام كويس جدا. باجي اعمل ايه؟ باجي ضغط في النص هنا، وباجي مثلا اعطيله لفه كده صغيره ولا حاجه، وباجي مسنطر الكلام ده كله في بعضيه سي اي. تمام. ممكن ان احنا نصغرها سنه، او مش هنصغرها، نعدلها سنه شويه، بخليها مثلا كده على سبيل المثال، وباجي نلم الاتنين في بعض وضغط على حرف الدبليو. خلصت كده، خلص معايا الشكل. باجي مثلا عشان برضو تبقى متخيل شكلها عامل ازاي، بديها لون اصفر كده شويه ولا حاجه. ده الشكل بتاعها. بديها مثلا اوتلاين اسود. تمام. ده شكلها. بتضيف بقى الاسامي اللي جوه وتضيف الحاجه اللي جوه عادي جدا، الموضوع بسيط. بتعمل ايه طيب؟ عشان اللي هي الحاجه الاكريليك منها، بتيجي واخدها كوبي، وبعد كده بضغط على كنترول كي. تمام. وبشيل اي حاجه جوه بس. يعني هو الموضوع بسيط جدا. لو ما خدش بالظبط معانا دقيقه. طب لو عايز اعمل مثلا شكل خماسي، لان خلينا نعمل الفيديو ده هو الشكل الخماسي بصراحه اصلا طلب، ويعني ما كانتش اول حاجه تتطلب من الحاجات اللي زي دي. تمام. ازاي بعمل؟ بجيب البريان ده، بيبقى ظاهر عندي تحت هنا، وفوق بيبقى ظاهر عندي عدد الاضلاع بتاعته. خليها 6 7 8 5 ايا كان، انا عايزينه 5 لانه شكل خماسي. وباجي مصغر كده او عامل الشكل اللي انا عاوزه. خلي المقاس 30، خلي المقاس 30 وخليها 300. تمام. وباجي برضو عامل نفس الكلام، باجي هنا ومخليها مثلا 24، وبعد كده بضغط على كنترول شيفت كيو، بعد كده كنترول سي كنترول في، او اللي انا زي ما قلت اللي انا باخده فيه 100,000 طريقة انك تنسخ بيه. تمام. وبتبدأ انك تلف لفة كده اهو. تمام. هنا مش هينفع ان انا اعملها سي واي، لان لو جينا جربنا مثلا باجي هنا اهو سي واي ما بيظبطش معاك. تمام. هيبقى وضعه مختلف شويه، لان الاشكال الخماسيه وضعها مختلف، لانها ما بتبقاش مظبوطه. فببدا اللي انا انزل سنه كده اهو مثلا على سبيل المثال، وببدا اللي انا اتحرك بيه خطوه. ممكن برضو تظبط الخطوات من هنا، يعني هنا يعني بتسيب كل حاجه، بتجيب الاداه اللي هي الاداه العاديه بتاعتنا اللي هي البيك تول.
تمام. وبتيجي في اي حته فاضيه كده اهو، وهنا بتقدر انك تظبط. يعني مثلا هنا خليها 50 مللي مثلا، باجي جايب اي شكل اتحرك معايا كده 50 مللي. تمام. ده على مثالي. ماشي. ادي كده ده الشكل التاني، برضه نفس الكلام، باجي اعمل ويلد هنا وكده. ادي شكل برضه من الاشكال اتعمل معانا باجي هنا اعمل له اوتلاين اخليه اسود. وبالنسبه للجزئيه الاكريليك منه باجي هنا شايلها. حلو. و بعمل له انفل. تمام. وبتبدا طبعا وانت بتلزق بتحاول تظبطها اكبر قدر ممكن. تمام. انا عشان الفيديو ما يطولش فمش مستاهله ان انا اشرح باقي الاشكال او ان انا اتكلم عن باقي الحاجات. كلهم نفس الطريقه، كلهم نفس الشكل، كلهم ما بياخدوش دقيقه على بعض. تمام. يعني لو يكون في حاجه مثلا صعبه شويه في تصميمها او في شرحها او تستحق ان هي تعمل لها شرح كده، يعني فاهمني، حاجه كده تستاهل، اكتب كده في الكومنتات وان شاء الله نحاول ان احنا نوفر الشروحات دي كلها. ادعوا لي بالتوفيق، اخر سنه امتحانات وبتاع وجع دماغ، فادعوا لي اخلص على خير. كان معاكم مازن العجوز، وسلام عليكم.